السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صابلي بعجين ناجح بمقادير مضبوطه، كيجي رائع جدا، ما فيهش الخميره. غادي نحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون ديال العبار، او ممكن تستعملوا زبده نباتيه كيف استعملت انا اليوم هذا النوع هذا. الزبده ديال العلبه استعملت هذا النوع هذا، كتستعملوا اي نوع كتفضلوا. عندي جوج ديال البيضات، كيس ديال الفاني، كاس ديال السكر كلاصي، كنستعملوا من كاس حتى لكاس ونص، 3 المعالق كبار ديال زيت النباتيه، الدقيق حسب الخليط، وقبيصه ديال الملح. الان غادي نبداو على بركه الله. في القصريه كنديروا قبيصه ديال الملحه، واحد شويه ديال الملحه، كنضيف عليها كيس واحد ديال السكر فاني، وغادي نضيف كاس ديال السكر كلاصي، السكر بودره. قبل ما نضيفوه غادي نغربلوه مزيان، كنحيدو منه هذوك الكويرات او الحبيبات اللي كيكونوا فيه. كنستعملوا من كاس حتى لكاس ونص. غادي نضيف 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون على درجه حراره المطبخ، كتكون مرخوفه. هنا ضروري تستعملوا زبده تكون مرخوفه، وتكون يا اما ديال العبار او ديال العلبه نباتيه. ما كنستعملوش نهائيا هذيك المنغارين اللي كتكون قاصحه. دابا غادي نخدم الكل بالاطراف ديال الاصابع فقط، ما كنعجنوش الخليط، فقط بالاطراف ديال الاصابع كنخلط حتى كتندمج هذيك الزبده مع السكر صافي. وغادي نحبس وغادي نضيف ما تبقى من المكونات. الان بعد ما خلطت الزبده مع السكر واحد شويه بالاطراف ديال الاصابع حتى كيندمجوا، الان غادي نضيف الزيت، 3 المعالق كبار من الزيت. هنايا ما كنخدموش الزبده بزاف هي والسكر، لان كل ما خدمناها كل ما كتطلق الماء، وكيخصنا نضيف واحد الكميه اللي هي كثيره ديال الدقيق. وايضا ملي كنصوبوا الصابلي فهو كيخسر لينا الشكل ديالو، ما كيبقاش محتفظ بالشكل ديالو. داكشي علاش خاصنا نخدموها غير شويه. الصابلي دائما كنخدموا الزبده مع السكر بالاطراف ديال الاصابع واحد شويه، من بعد كنضيفوا ديك 3 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. دابا غادي نضيف جوج ديال البيضات، غادي نبقى غير نحرك بيدي بحال هكا حتى كيندمجوا معاها واحد شويه صافي. وغادي نبدا نضيف الدقيق. الان كتضيفوا اي نكهه بغيتو. انا هنا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال روح الكراميل، نتوما كتضيفوا اي نكهه بغيتو. غادي نضيف دابا الدقيق اللي كيكون منخول، اللي كيكون مغربل، ضروري الدقيق يكون مغربل حتى هو. كنبقى نضيف الدقيق، عندي 500 غرام ديال الدقيق هي اللي ضفت. كنبقى نضيف الدقيق وانا كنخلط حتى كتجمع ليا العجينه. كنحس على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ومرخوفه، ما كتبقاش تلصق في اليد، وفي نفس الوقت ما خصهاش تكون قاصحه. هذا هو الشكل ديالها بعد ما ضفت لها الدقيق الكافي. كتحصل عليها بهذا الشكل. ضفت لها ديك 500 غرام ديال الدقيق كلها، كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. ملي كنحطوا الاسبوع ديالنا ما كيلصقش يعني. ضفنا ليها الكميه الكافيه ديال الدقيق. الان غادي ناخذوها ونحطوها في بلاستيك غذائي، وغادي نحتفظوا بها في الثلاجه لمده ديال نصف ساعه. بعد ما كترتاح العجينه ديالنا كنجيبوها كنقسموها على اجزاء. غادي ناخذ الجزء الاول كنقسموه على 4 او على 3. كناخذ الجزء الاول اللي غادي نسرح، داكشي اللي بقى كنديروه في البلاستيك وكنعاود نرجعو للثلاجه، خصها تبقى بارده باش كتسهل علينا ملي كنبغيو نسرحوها. كناخذ هذا الجزء هذا كنحطو فوق جوج بلاستيكات، كنفرش ليها بلاستيك من التحت وكندير بلاستيك من الفوق، وغادي نسرحها مزيان بالمدلك. الان غادي نبدا نسرحها على هذا الشكل هذا. بعد ما درتها ما بين جوج ديال البلاستيكات غادي نسرحها. السمك ديالها خصو يكون متوسط، ما خصوش يكون رقيق بزاف وما خصوش يكون غليظ. هاد العجينه هادي ما درناش فيها الخميره، داكشي علاش خاص السمك ديالها يكون متوسط باش ملي كطيب كتجينا، لانها كتبقى في الحجم ديالها ملي كطيب، ما كتعواش وما كتنفخش ايضا. غادي نسرحها حتى نحصل على واحد السمك اللي كيكون متوسط، ومن بعد غادي ندوزو باش نقطعوها. الان بعد ما سرحت العجينه ديالي على هذا الشكل هذا كيكون السمك ديالها متوسط، كنجيبو قطعه على شكل هلال، كندوزوها في الدقيق وكنبداو نقطعو بهذا الشكل هذا.
كنطراسيو العجينه ديالنا مزيان. هنايا كتستعملوا اي قطعه بغيتو، كيبقى لكم الاختيار، كتستعملوا اي شكل من الاشكال بغيتو. المهم هو هاد العجين هذا ديال الصابلي راه ناجح وكيجي رائع جدا. هذا هو السمك ديالها، ما غليظاش بزاف وما رقيقاش. بعد ما طرسيت العجينه ديالي كامله على هذا الشكل، كنحيد هذاك الفائض ديال العجين، كنستعينوا بواحد السكين وكنبداو نحيدوا داك الفائض اللي كيكون في الجناب وفي الوسط بهذا الشكل هذا. دابا كنجيبوا اللاطه اللي كتدخل الفران، ما كندهنوها ما والو، كنحطوا فيها مباشره وما كنفرشوش فيها ورق الزبده، حيت الصابلي ما كيحتاج اننا نفرشوا ليه. دابا كنبدا نهزهم، كنستعن بشي حاجه بحال هكا، وكنرشها بالدقيق. من بعد كنبدا نهز بها القطع ديال الصابلي ديالي باش ما يلصقوش ليا عليها. مره مره كندوزها في الدقيق، وكنبدا نهزهم وكنحطهم في اللاطه بهذا الشكل هذا. بقى معاهم غير بشويه لان العجينه كتكون طريه بزاف، فهي دغيا كتقطع. كنبقاو عليها غير بالخاطر حتى كنقادوها مزيان في اللاطه. وكنستمر بنفس الطريقه. الفائض ديال العجين اللي كيبقى ليا كنعاود عاوتاني نضيف ليه عجينه اخرى من هذيك العجينه اللي احتفظنا بها في الثلاجه، وكنعاودو نسرحوه ونقطعوه بنفس الطريقه. الان كنوع من التزيين غادي نحتاجو بيضه وحده، شويه ديال الكاوكاو اللي كيكون مطحون بالقشور ديالو. كاوكاو هنا ما محمر ما والو، خضر. كناخدو هذاك البيض كنطرب واحد شويه وكندهن به هاد الهلاليات بهذا الشكل هذا. كندهنهم مزيان من الوجه ديالهم. ما دهنتهم بالبيض ديال البيض، كندردر عليهم هذاك الكاوكاو اللي كيكون مطحون خضر ما طايبش. كنعمر الوجه ديال الهلال بهذا الشكل هذا، وكنستمر بنفس الطريقه تنكمل. هنا الا ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه هذه، فممكن تطيبوهم عادي بحال هكا. بعد ما كيطيبوا ملي كتخرجوهم من الفران كتدهنوهم بالمربى او لا العسل، وكترشوهم سواء باللوز او بالكاوكاو اللي كيكون محمر ومهرمش. والنصف الاخر كنخليوه عادي، ما كنديروا ليه لا الكاوكاو ولا والو، كيطيب بحال هكاك حتى كنخرجوه وكنزينوه. دابا غندخلوه الفران على درجه حراره متوسطه، الفران سخون من قبل حتى كيطيب وكيتحمر، مع المراقبه باش ما يتحرقش لينا. دابا كنجيبوا الشكلاط الابيض باش نزينوا الشكل الثاني اللي ما دهناش البيض وما رشيناش عليه كاوكاو. كنغطس نص ديال الهلال في الشكلاط الابيض اللي كيكون مذوب، وكنحطوه فوق شي بلاستيك غذائي حتى كيبرد عليه هذاك الشكلاط. الا في الطياب ديالهم كتردوا معاهم البال لانهم بسرعه كيطيبوا بسرعه كيتحرقوا. مع المراقبه ملي كنحطوهم في الفران كنقصوا عليهم على نار اللي كتكون متوسطه حتى كيطيبوا على خاطرهم وكيتحمروا واحد شويه، كياخذوا غير داك اللون خفيف، ما كيتحمروش بزاف. صافي وتنخرجوهم وكنبداو نزينوا حسب الرغبه. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نغطس نص كل هلال في الشكلاط الابيض، ومن بعد غادي نرجعوا نكملوا التتمه ديال التزيين. الان غادي نحتاجو هنايا في التزيين ديال الجهه الاخرى اللي ما درناش فيها الشكلاط اللي كتبقى خاويه. هنايا بعد ما برد عليها داك الشكلاط الابيض درت عليها خطوط بالشكلاط الاسود، كنغطسها في المربى ديال المشماش. بالاحسن يكون مربى سائل، ما يكونوش فيه الطريفات، وإلا كانوا فيه كطحنوه. وكنغطسوها في كاوكاو اللي كيكون مطحون، كيكون محمر محيدين له القشره ومهرمش بهذا الشكل هذا. وكنغطسها فيه وكنحصل عليها بهذا الشكل هذا، كتعطي واحد الشكل زوين ومذاق لذيذ. وكيكون هذا هو الشكل النهائي الوصفه ديال اليوم، الصابلي ديال اليوم اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. ما تنساوش الا عجبكم ديروا جيم، تشتركوا معايا في القناه الا كنتو باقي مشتركين، وضغطوا على الجرس اللي كاين حدا زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. وشاركوا الوصفه مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائده. بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال العجين، فهي عطاتني هاد الكميه هذه، عطاتني هاد التبصيل هذا وهاد البلاطو اللي حداه. كميه لا باس بها والمذاق ديالو كيجي رائع جدا. كنتمنى تجربوه بصحه وراحه. نتلاقاو في فيديو جديد.